الله وبركاته. والله اليوم بقول لكم فكرة، بدل ما انكم انتم تخشوا على الناس وتتمرروا لهم عيشتهم وتضايقون في حياتهم وتنقصوا لهم ايامهم وتخشوا هيك وتطلعوا نفسكم ما شاء الله كلكم من سلالة الازهر وابن باز ومن نسل الرسول والسيدة فاطمة عليها السلام، رسول عليه الصلاة والسلام. سوري صارت شوية تلخبيط هيك الكلام كله ورا بعضها. وانا اعطيكم انا فكرة، بدل ما تستشرفوا على غيركم شوفوا شوية لروحكم في المراية وراجعوا شوية اخطائكم وراجعوا عيوبكم. إن زي ما قلت لكم فيما سبق كلنا ربي خلق عندنا عيوب باش ما حدش يشوف، باش ما حدش يتكبر على الثاني، مش باش نعايروا بها بعضنا. بينما يعني عيوب نشوفها عيوب بسيطة جدا وعادية وان شاء الله تتصلح مع الوقت. بس انتوا قصدي كان كسرين هلبا. انا اعطيكم انا فكرة، خذي بانقة مية فضيها وعبيها مغيط، خذي بانقة مية عبيها مغيطات لين توصل مش عارف قداش تعبيها لفمها، بعدين بيعها ب70 جنيه، 70 جنيه عبي بيهم رصيد، كلمي بيهم صاحباتك، قربي بيهم ليبيا كلها. هيك ما تخشيش للناس في صفحاتهم وتدوي معاهم وتسبيهم، قصدي عيب 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 عيب. ومرة حتى هي بنية قايلت قلت ننزل ذكرى وفاة، قصدي هذه ذكرى وفاة، عيب انك تخشي تقولي لي والله ربي الحمد لله رفع استريح، كان زيك انت استريح خير ما قعدت انت يا مداير العار. من اللي مداير العار؟ انا ولا انت يا عار يا بيئة يا هبط يا شلف يا دون يا زبالة؟ من اللي مداير العار؟ علشان خاطر مش مزيت اموري. انت حبيبتي انت مزيتة، المزيتة تسكت، دير هيك للزيت تقلبيه بوريكا، شو بوريكا؟ بوريك تقلبيه. ومعاش استفزوني في جديد بالاسم بننزل بالاسم واحدة باسمها عنهم وكل شوية تقولوا حواجب حواجب حواجبي مانيش وبنديرهم حواجبي اموري، حواجبي هم حواجبي هم مش حواجب امك ولا اختك ولا حواجبك انتي، حواجبك خليهم حبيبتي ان شاء الله تديريهم ضفرة امورك. والله خاشة توتري لي في اعصابي ولا اللي فيها سابني تمري شلف صحيقة. عموما اخيرا وليس اخرا ان شاء الله ربي يهدي البلاد ويفتحها عليكم. وانا مش حلوم الحق، يعني هو المحيط والتربية وكلها تطلع هيك، يعني الافرازات ونتاج التربية ونتاج المحيط اللي انت ساكنة فيه واللي انت ساكن فيه والصحاب والناس والثقافة والخلطة تأثر اكيد يعني. فانا مش مستغرب بصراحة يعني اسلوب اي حد ولا اخلاقيات اي حد. اللي اخلاقياته كويسه هذا نتاج تربيته وتربيه عيلته، واللي اخلاقياته زي وجهه حتى هو نتاج تربيته وتربيه عيلته. مع احترامي الخاص الشديد لعائلات بعض منكم، لانه والله في عائلات زي العسل غير صغار وما يطلعوا ابصر كيف. وما عادش تعلقوا تعليقات تافهه، ما عادش لكم علاقه. اللي مش عاجبه الصفحه يلغي المتابعه بكل صمت. يعني هذا ندوي على الانستغرام، يعني سناب شات مسكر عليكم الرسائل فيا جماعة الانستغرام سكرت عليكم التعليقات، خاشين اللي تجروا في الرسائل. لا باس انت وياها، لا باس، الهي بحياتك عندك من العقد ما سادك، ما تعيش حياتك كلها وانت تايهة غير تفكي في العقد متاعك. وانت برضو طبعا الكلام هذا لغير العاقل، مش انت وانت، لغير العاقل، للإت لأنكم كلكم مفروض تتعاملوا معاملة إت. الناس السلبية الحقيرة أعداء النجاح أعداء أي شيء متميز كلكم تستاهلوا معاملة إت. يا هبطين يا شلف لا مش شلف، شلف شلفط. في نقطة نسيتها الضحكة في الفيديوهات الأولى. 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 في نقطة
حسيتها الضحكة في الفيديوهات الأولى.